بقى مميزة جدا عن مدرستنا اللي بنحبها، مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغة. مدرستنا مش أي مدرسة، دي واحدة من أفضل مدارس الحسينية ومن أجمل مدارس الشرقية كلها. المدرسة كبيرة ومنظمة، والطلاب فيها مسابقات وأنشطة كتير. وكمان المدرسة دي خدت كأس العباقرة في الموسم الرابع. وكمان بنهني المدرسة وصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة، وصعودها للتصفيات على مستوى الجمهورية، جائزة التميز للمؤسسات التعليمية للمساواة بين الجنسين اللي بتنظمها تكافؤ الفرص بالشرقية. وطبعا كل الشكر والتقدير للدكتور علي الورداني مدير المدرسة. وأجمل حاجة عندنا في المدرسة إن كل مدرس في المدرسة بيكون صاحبنا وبنحب حصته. زي ما حصل معايا في KG2، كان عندي مس فرح، كان زي أم ليا في المدرسة، كانت بتحس بينا قوي. وأنا من شكرا لحضرتك يا مس فرح، وأنا بحبك جدا. كان عندي مس إسراء اللي كانت دايما بتحل المشاكل بين أفراد وبعضها، وكانت بتحاول توصل لمخ الصغير والكبير. ومن هنا برضو بقول لها وحشتنا أيامك يا مس إسراء، وأنا بحبكم عشان كنتم دايما جنبي. حتى لما كنت في أولى ابتدائي، لما كان حد بيضايقني كنت برجع أشتكي لكم، كنتوا تساعدوني. شكرا لكم للمرة التانية. وأنا كنت دايما بسمع عن مس نوال، دي أشطر وأقوى مسؤول عن قسم رياضي الأطفال، وبسمع عن قلبها الطيب. وأنا مستنية اسمي ينفتح ولاد الفترة الجاية لKG2 عشان أروح لها وأتعامل معاها وجها لوجه. لما دخلت سنة أولى كان عندي مستر إبراهيم في أولى تاني، بصراحة حصة معاه كانت ممتعة، وكنا دايما نغنيه في الفصل مين 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 بنحب المستر إبراهيم. وما ننساش طبعا مس منار، دي بقى حاجة تانية خالص، دي أم وأخت وخالة وعم جوه المدرسة، وفوق دول مدرسة ومعلمة أجيال. دي كنا بنحبها لحب حمزة ليها. ومس ياسمين دي بقى برنسس المدرسة، دي أصغر مس عندنا في المدرسة. دي كانت بتتعامل معانا كأننا اخواتها الصغيرة، كانت بتلعب معانا زي أصحابنا بالظبط. وفي الدين تعلمنا كتير مع مستر محمد، زي نصلي، مين اللي بنى الكعبة، والكتب اللي نزلت على الأنبياء، معلومات مهمة جدا تفيدنا في ديننا. وسلام بقى على حصة الكورة مع كابتن هشام، لعب الكورة بيبقى حماسي، جري وضحك، كلنا بنستنى اليوم ده عشان نضحك فيه. أصحاب المدرسة بدون مديرها مش هيكون جميلة بالشكل ده. أكيد مديرنا هو الدكتور علي الورداني، دايما موجود معانا، بيعدي على الفصول بنفسه، بيتأكد إن احنا بنتعلم ونستمتع في نفس الوقت. وكمان بيشجعنا في الأنشطة والمسابقات
وبيحضر التكريم الطلبة المتفوقين بنفسه. عشان كده بكل فخر مدرسة يوسف عطون مش بس مدرسة، دي رؤية وقيادة حكيمة بفضل الله. بعد كده دكتور علي الورداني. احنا فخورين اننا جزء من المدرسة دي. بنقول لكل زمايلنا خليكوا دايما متفوقين ومبدعين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نشوفكم الحلقة الجاية. وقبل ما تقفلوا ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.